مجدي معاك الكابتن طارق العشري. يا كابتن طارق، كابتن مجدي ازاي؟ هارد لك. عملت مباراة جيدة جدا، خرجت بشرف، حاولت تحافظ على لقبك بقدر الامكان، لكن التوفيق حكم. طبعا الكرة فيها واعتقد ان جماهير نادي الزمالك والدفعة المعنوية والتشجيع المهم جدا للفريق كان مهم جدا للفريق، وقدر ان هو يوصل فريق نادي الزمالك للفوز. حياتي لك كابتن مجدي وكابتن مدحت كابتن ايمن. الله يخليك يا كابتن على الاطراء الجميل اللي بنحافظ على الحدود، واعتقد ان الفريقين قدموا وجبه دسمه خلال المباراه، كان عامره بالاصرار والكفاح. كان اعتقد ان كل فريق عنده طموح ان هو يصل للمحطه النهائيه، فانا ببارك اولا لكابتن حسن وجماهيره، يمكن انا بشكره في الملعب شخصيا، وبارك لجماهيره وبارك لمجلس ادارته. ودي الروح اللي احنا بنأكد عليها، المباراه بتنتهي داخل المستطيل الاخضر، ولكن يبقى العلاقه الكبيره جدا المتميزه بين الاجهزه الفنيه وجماهير، اللي بنعكس طبعا على الجماهير. برافو عليك. اللي انا باكد عليه دايما كان مهم يعمل كده. برافو عليك، ده اجمل عباره. اتفضل يا كابتن. المباراه اعتقد انها كانت افتتاحيه، احنا دخلنا فيها بعد دقيقه 25، يمكن كانت البدايه بالنسبه لنا كانت غير جيده. الهدف المفكر لعمرو زكي اعتقد برضه حربك حساباتنا، عبال ما ابتدينا نتماسك مره اخرى. خدت وقت كتير جدا، التعديلات اللي اجريناها خلال الشوط الثاني، خاصه ان احنا لعبنا لقينا الزمالك في سيطره نوعا ما في نص الملعب، بتلعب 3 ديفندر، وعلقت احمد عيد وميكي وعبد الغني ناحيه اليمين والشمال، على اساس ان هم يلعبوا خلف عبد الشافي وحازم. كان بصفه عامه ادائنا في الشوط الاولاني ما كانش جيد، وده حصل المبادره نادي الزمالك. الشوط الثاني اعتقد ان احنا كنا الافضل، وحتى الدقيقه 40 احنا لو وفق احمد عيد الهدف اللي ضاع بعد هدف التعادل اعتقد كان غير مجرى المباراه تماما. ولكن هي دي سمات مباراه الكاس، اللي بيستطيع ان هو يخطف المباراه هو اللي بيتاهل. والنهارده نادي الزمالك رجح خطته عمرو زكي خلال التسديده الاولى بالهدف المبكر، ثم الهدف الشخصي لعمرو زكي اللي فيه تخطيط كبير جدا جدا، استطاع ان نادي الزمالك ينتزع بطاقه تاهل للمباراه النهائيه. كابتن طارق، يعني ربما احمد سلامه في المباراه اللي فاتت والمباراه دي لما نزل ادى يعني طعم عالي قوي للحرس، يعني من وجهه نظرك لماذا دائما الابقاء عليه على دكه البدلاء؟ والله يا كابتن مدحت انا كنت بعاني اصلا من عدم وجود البديل الجيد. يمكن السنوات اللي فاتت دي كلها انا بعتمد على 12 13 لعيب لا غير، وحتى لما كنت باجي اعمل تغييرات على البنش ما بتجيبش الفرق. انا الحمد لله السنه دي استطعت ان انا اوفر اوراق ما بسموش بديل او لعيب اساسي بيستطيع المدير الفني لما يستعين بيه يقدر يغير بيه مثلا المباراه الثانيه، وده اللي حصل مع احمد سلامه ومع احمد سالم الصافي. التغييرات اللي احنا اجرناها استطاعت نصير دي ليدنج بالكره اللي داخل الملعب لصالح حرس الحدود. فيمكن التوقيت اللي نزل فيه الحمد لله ربنا اكرمنا بهدف، ثم عمل دفعه هجوميه بشكل كبير جدا لخط الهجوم اللي ما كانش يمكن اعتقد على القدر اللي كان في الشوط الاولاني. المدير الفني اللي يستطيع ان هو يمسك اوراق تقدر تغير مجرى المباراه، خاصه ان العبره مش في البدايه، العبره بالنهايه. فالحمد لله يعني سلام الثاني مش على التوالي بيستطيع ان هو يرجع ثبت الفرقه، وده شيء ثاني. والله يا كابتن انتوا النهارده يعني اكتسبتم احترام الجميع واديتوا مباراه مبدعه للغايه. انا كابتن مدحت انا عاوز اكد معلش بدون قطع كلامك على شيء مهم جدا. حرس الحدود بيعتمد الان على مجموعه صعبه من الناشئين، يعني النهارده ما تحسش ان غاب عنك 8 لعيبه اساسيه كانوا قوام الاساسي لفريق حرس الحدود. صحيح. يعني نادي حرس الحدود ند قوي لفريق نادي الزمالك اللي تدعيماته اقوى مننا. النهارده دخول محمد صلاح كابتن نجاح وده من ناشئين النادي، يعني لعيبه جيده ولكن مستقبلها قادم مع حرس الحدود، وده اللي بنيه بالاضافه للهيكل الاساسي. نعم.
يبدو انت في مكان مش جيد بالنسبه للموبايل يا لكن كابتن. هو اكد على انه هيدفع بالناشئين في المرحله الجايه جامد قوي، لان عنده قطاع مهم جدا وده قطاع مهم. الناشئين. وخلينا نشكره على جمله قالها في مطلع حواره، ان بمجرد انتهاء المباراه الجماهير حبايب والاجهزه والفنيه حبايب واللاعبين حبايب، وننتقل الى مستوى وهو توجه متحضر. بالشكر على طول للكابتن، يعني بارك للكابتن حسن شحاته، وبارك له في ارضيه الملعب. ودي جمله في منتهى يمكن اجمل ما في حواره، ان هو بيقول المباراه بتنتهي الكل حبايب.